السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم بريوش بالشوكولا قطني، اخف من الريشه واقتصادي، يعني ما فيش كامل المكونات بزاف، والله ما يتشبع البنات يعني، ويقطع لكم منه كميه كبيره. اذا عجبتكم وصفه اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس هكا ليصلكم كل جديد. بدون اطاله حبيباتي نفوتوا المقادير وطريقه التحضير. اولا صلوا وسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. لهنا في ريسيبي ولا في المقادير حبيباتي. اولا نبداو بالسوائل اللي هي عندي كاس ونص نتاع الحليب، تقدروا ديروا كاس ماء ونص كاس نتاع حليب، تقدروا ديروا يعني كاس تاع الحليب والنص الاخر تكملوه ماء. راح نزيد هنا حبيباتي 6 ملاعق كبار نتاع سكر عادي حبيبات، وراح نزيد بياض بيضه والصفار يعني نحتفظوا به للتزيين، وراح نزيد لهنا ملعقه كبيره نتاع خميره الخبز، وراح نزيد نصف كاس نتاع الزيت حبيباتي. كما تقدروا تعوضوه بنصف كاس تاع زبده دايبه وبارده، كل وحده يعني واش تحب دير. هذا البريوش اقتصادي يعني يجي خفيف، اللي تقدر دير يعني نص كاس تاع الزيت دير، واللي تقدر يعني تعوضها بالزبده دايبه دير يعني نص كاس تاع زبده دايبه وبارده. المهم حبيباتي تقدروا تزيدوا ملعقه نصف ملعقه كبيره نتاع لافاني، اللي ما عندهاش دير 2 اكياس نتاع لافاني. تخلطوا مليح هذاك الخليط. شوفوا حبيباتي لازم تخلطوه مليح تحلوا كامل هذيك الخميره في الحليب. ولهنا راح تجيبوا 4 كيسان ونص نتاع الفارينه حبيباتي، كل وحده وكيفاه النوعيه تاع الفارينه تاعها. يعني اللي راح ديرها لاول مره يعني دير 4 كيسان عفوا فقط، وتشوف يعني اذا خصتها الفارينه تزيد. لهنا درت 4 كيسان ونص ككل، يعني كلش فيها في هذا البريوش. درت نصف ملعقه كبيره نتاع الملح هكا باش ما يجيناش مسوس ولا يجيكم صامت البريوش. لهنا اولا راح نخلط حبيباتي غير بالملعقه، تقدروا تخلطوا كلش بيدكم هكا باش تسحل هذيك الفارينه. راح نكمل كامل كميه تاع الفارينه، ولهنا نبدا يعني نجمع بيدي. شوفوا تجمعوا هذاك البريوش يعني فقط تجمعوه البنات ما تعجنوش. راح نجمعه ونولي معاكم. لهنا بالنسبه للقوام تاع العجين حبيباتي يكون هكا يلتصق نوعا ما في اليد. راح نحي كامل الزوائد تاع العجين اللي راهي في يدي، يعني تقلعوها بملعقه وترشوا لي سطح العمل بشويه نتاع الفارينه، وتلموا لي فقط هذاك العجين، ما تعجنوها ما والو، تلموها يعني العجينه راهي طريه تلتصق نوعا ما في اليد. يعني هذا هو القوام تاع البريوش ولا تاع العجين اللي راح نحتاجوها حبيباتي. دهنت هنا الريسيبي بشويه تاع الزيت ودهنتها وخليتها تختمر. لهنا مدة الخمور تاعها حبيباتي حسب كل جو يعني اللي رانا فيه، على حساب كنتي في الشتاء ولا في الصيف. يعني اذا كنتي في الصيف بسرعه راح تختمر. المهم اعطيها حقها من نصف ساعه حتى لساعه. شوفوا حبيباتي كيفاه رجعت العجينه تاع البريوش ما شاء الله خفيفه وطريه ومهويه كامل. راح نقص يعني نقصها على 2 وكل نصف نقسمها على 6 ولا 7 كريات. شوفوا حبيباتي لهنا نقصها يعني كامل كريات، تكون شويه صغيره ما تكونش كبيره بزاف، ونبدا يعني نطوي في العجين. شوفوا هذه الطريقه يعني تبداو تطووا في هذوك الكريات للداخل يعني وتكوروهم وتحطوهم. طريقه بزاف سهله، وهذا البريوش راه ناجح وخفيف كالقطن حبيباتي. نجيب لهنا بلا وراح نحط فيه يعني كامل الكريات تاع العجين تاعي. شوفوا كيفاه راهي خفيفه العجينه، يعني راهي عطيتها حقها في الاختمار. لازم تكون العجينه تاعكم هكا طريه باش كي تختمر يجيكم هذاك البريوش حبيباتي خفيف كالقطن. هذه هي اهم يعني نقطه في البريوش عندنا. راح نبداو نطوو في العجين هكا للداخل يعني كالزوائد نحوهم عادي. انا لهنا كانت عطاتني حتى 15 حبه تاع بريوش، تعطيكم 14 حبه بريوش ولا 15 يعني حسب حجم الكريات تاع البريوش اللي راح ديروهم. انا لهنا راح نكمل حبيباتي بكامل بنفس الطريقه. شوفوا يعني تدخلوا هذاك العجين للداخل، يعني تبداو تطووا في هذوك الكريات حتى يعني وين تتشكل معكم الكريه نتاع العجينه. شوفوا العجينه كيفاش راهي مريحه، يعني راهي خفيفه ما تقدروش يعني تحكموا فيها. المهم راح نقصهم كامل، نكمل كامل الكميه حبيباتي بنفس الطريقه. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوه. يعني اذا جربتي اول مره يعني جربي وعاودي راح تحصلي على ابن بريوش واخف بريوش. راه كاين بزاف من الوصفات تاع البريوش راح نشاركها معكم في القناه باذن الله. لهنا بعد ما كملت كامل الحبات راح تجيبوا يعني تبداو بالاولى اللي فتحتوها وتبداو تحلوا فيها هكا على شكل طويل هكا شويه كما تشوفوا غالياتي. شوفوا كل شيء راه موضح في الفيديو. ان شاء الله راكم فهمتوا لا فيديو وديتوا يعني الوصفه كامله. يعني وصفه راهي سهله ما فيهاش تعقيدات وبدون تعب ولا جهد، يعني راهي سهله كل شيء امامكم. شوفوا لهنا نبدا نفتحهم كامل هكا لانه راح نحشيهم بالشوكولا. اللي ما تحشيهمش يعني تخليهم هكا فقط يختمروا مليح وتدهنهم وتدخلهم للفرن. هنا بعد ما كملت كامل حليتهم. شوفوا البنات يعني تخدموا بسرعه لهنا، ما تخلوش العجين تاعكم ينشف، ولا تخدموا غير ب3 حبات وتحشوهم وتحطوهم في الصينيه يعني وتكملوا كامل الكميه.
لهنا بعد ما فتحتهم كامل راح نجيب شوكولاته طلاء ولا شوكولاته ختيني بذوق البندق، راح نحطها هكا في الوسط حبيباتي. شوفوا يعني الطريقه راهي واضحه. نحط الكامل الحبات هكا كميه تاع الشوكولا في الوسط، انا بغيتهم محشيين هكا. يوالموا ايضا حبيباتي الدخول المدرسي، يعني الاطفال يبغوا هاد لي بريوش يجيهم خفيف ويجيهم بنين وخير ما تشروه من برا. المهم حبيباتي قطع كميه كبيره كما شفتوا 15 حبه، يعني كميه راهي ما شاء الله. لهنا نرجع يعني نقفل الحبات بهذا الشكل حبيباتي طويل كما تشوفوا. قفلوهم جيدا من الجوانب وتقلبوا الحبه وتحطوها في الصينيه، صينيه تكون مرشوشه بالفارينه ولا تقدروا ديروا ورق الطهي. راح نكمل نغلق الحبات يعني معاكم. شوفوا كيفاه طريقه بزاف سهله والعجينه راهي مرتاحه، يعني عطيتها كامل حقها في الاختمار. انا قلت لكم عطيتها حتى لساعه حبيباتي. لهنا شوفوا راح نقفلهم بهذه الطريقه كامل، يعني نكمل كامل كميه يعني ولا الصينيه الاولى. وراني نسخن في الفرن على 180 درجه، يعني اللي عندها من الفوق ومن التحت من الاحسن يعني تشعل من الفوق ومن التحت. انا راح نشعلهم من التحت فقط، يعني نشعلهم مروحه باش كامل يعني يدوا حقهم في الطياب ويتحمروا لي جيدا. ولهنا اهم خطوه يعني راح نوضح لكم عليها، لانه تخلوا البريوش تاعكم يختمر. تغطوه يعني بعد ما تشكلوه تغطوه تخلوه يختمر ويضاعف حتى الحجم تاعه. شوفوا لهنا انا اختمر مليح مليح، غطيت عليه وخليته يختمر. بعد ما شفت الحجم تاعه ضاعف مليح جبت لهنا صفار بيضه اللي كانت بقت لنا، درت لها كميه قليله تاع الحليب وراح نبدا ندهن في البريوش تاعي بشويه. البنات ما تخسرولاش هذاك الخمور، يعني تدهنوا الوجه بشويه. انا كنت بسرعه فقط الفيديو. الفرن راهي تسخن حبيباتي، ندخلهم بعد ما يطيبوا. شوفوا هذه هي النتيجه تاعهم، يتحمروا مليح ويطيبوا وينتفخوا مليح. راح نجيب لهنا حبيباتي المربى ولا العسل، راح ندهن لهم هنا كامل الوجه نتاعهم بالعسل. انا كان متوفر عندي المربى، درت المربى نتاع المشماش راح ندهنهم هكا كامل حبيباتي. لهنا من الافضل يعني غير تخرجوهم من الفرن غطوا عليهم شويه ترجع لهم هذيك الحراره يعني ولا هذيك سخانه، ومن بعد ندهنهم حبيباتي. انا لهنا كانوا تفاو شويه دهنتهم بالمربى وراح نرش لهم شويه يعني كميه تاع سكر كلاصي ولا سكر ناعم وندير لهم هذوك الخطوط تاع الشوكولا. انا الشوكولا هذه هي اللي كنت بقى درتها، ما عندكمش عادي حطوا شويه تاع اللوز ايفيلي شويه تاع الكاوكاو عادي كيما تقدروا تخلوهم غير هكا. انا بما انه يعني درتهم بالشوكولا يعني الحبات كنت خليتهم هكا، يعني حبات الاخرين ما كانتش كفاتني شوكولا خليتهم هكا صراحه ثاني جاو بنان. المهم يعني الصح كامل في البنه يعني يكون هذا البريوش خفيف وقطني. شوفوا لهنا حبيباتي هذه هي النتيجه. اللي عجبتها الوصفه تاع اليوم نتمنى ان شاء الله تجربيها وتخلي لي جيم على لا فيديو واشتراك في القناه ليصلك كل جديد. فعلوا دائما هذاك زر الجرس باش يوصلكم كل جديد حبيباتي. شوفوا لهنا بعد ما قسمته شوفوا يجي قطني خفيف مورق لداخل ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوه وخلوا لي ارائكم غالياتي.